هذا المجرم هذا سلوان موميكا، هذا ويا مين؟ هذا قاتل وخريج مدرسة الحشد اللي عد من اللي بكتائب الإمام علي، اللي كتاب الإمام علي منو عليها قائدها شبل الزيدي. شبل الزيدي من القائد ماله ذاك المقبور المهندس وسليماني، والمقبور سليماني فطايس المطار، وأعلى منهم خامنئي. على المقاتل سلوان يعني حدثني عن عزيمتكم واستعدادكم لقتال داعش. صراحة احنا انسلبت مناطقنا، اغتصبت اراضينا، وجينا انضمينا الى كتائب الامام علي. كيف هم ناس، اما ان نعيش بكرامتنا او نموت بشجاعتنا. مسؤول كتائب روح الله عيسى ابن مريم التابعة لكتائب امام علي. بالنتيجة ليش هذا مو حرق قرائين وفلش مساجد الا قال بس؟ ليش ريان الكلداني ابو بابليون مو قال احنا دا نقاتل يزيد واتباع يزيد؟ ليش المالكي مو قال احنا جماعة الحسين ودولة جماعة يزيد؟ هو انتو فهمتوا كل الشباب بانه حرق القرآن بالمناطق السنية وتهديم الجوامع هاي من العبادات اللي الله يحبها ويدخل الجنة. راح اذكركم يعني حتى هيك أول شيء 380 جامع، هاي إحصائية الوقف السني، تم تفجيرها وحرقها وقتل أئمتها. 380 جامع، هاي إحصائية الوقف السني. هاي الجوامع طيلة هاي الفترة اللي أنتم سويتوا بيها ليش كانت حرمة إلى القرائين اللي بيها؟ ما هي تلقى مخزن القرائين وكثرة القرائين والمصاحف تلقاها بالمساجد. زين هاي ما يخالف، هاي من تحرقوها وتطبون عليها هاي ما يخالف. أضف إلى ذلك أتذكر جامع مصعب بن عمير بصلاة جمعة والناس شايلة القرائين جاي تقرأ والخطيب والأمة مقلوبة، تجون تطب عليهم الميليشيات الحشد وتقتل منهم 36 ويتصوبون ويتطعنون أكثر من 100 واحد، إلى أن غرقت أرضية الجامع بالدماء. يعني تصور أنت لو تذبح 36 طلي ايش قد تذب دم، ما بالك بالإنسان. إضافة للمطاعين، هاي كلها هاي مو كان حرق للقرائين، والرصاص زرفة للقرائين سواها مو خل. هاي مو انتو. ويجون عادل الوصخ وذاك الكاظم الفكاكة ويطلعوهم من السجن وهم محكومين بالإعدام والتمييز بصادق على إعدامهم. جماعة قتلت مصعب بن عمير، والقضاء العراقي طق القفل بدون أي مسوق قانوني. هيك ضربت القانون بنعال قلت لهم اطلعوا، لأن هاي مكافأة لكم، لأن أنتوا قتلتوا جماعة يزيد وشققت القرآن. هذا القرآن مال يزيد، فكل واحد من الشباب يسمع أنه ذولا جماعة يزيد فبالتأكيد القرآن مالهم مدنس. هيك يعتقدون الشباب، وهذا منهم، لأنه سنين وهو يشقق بالقرائين وهو يهدم بالجوامع ويفجر. أذكركم بالآخر جامع الفتاح بالبيجي. جامع الفتاح بالبيجي من الجوامع الكبيرة بقرائين وجامع رئاسي، جيتوا عليه وداعش كانت مسحوبة من عنده بأمر سليماني، لأن سليماني كان يصدر أوامر لداعش وبعدين يصدر لكم، مثل واحد يلعب شطرنج ويا نفسه. هيك كان سليماني ذاك المقبور. وأيضا جيتوا عليه وربطت المتفجرات وكذا وهجمتوا فوق قرائينا ولا قلتوا أكو قرآن، وياما وأنتم ماشيين ما خليتوا جامع ما فجرتوا. من تقول له يقول لك هذا جامع ضرار، والقرائين مال يزيد ما لها حرمة. فهذا اللي سواه، هاي الجريمة سواها هاي وحدة من عشرات الآلاف من القرائين اللي دستوا عليها بقنادركم واللي حركتوها واللي مزقتوها. انتوا يا ميليشيات الحشد الولائي لم يكن القرآن يوما له حرمة عندكم، من خامنئيكم إلى هذا الكلب سلوان الموميكا، إلى أصغر واحد من عندكم. لا الدماء إلى حرمة عندكم، لا الأبرياء إلى حرمة عندكم، لا القرائين إلى حرمة عندكم، لا المساجد إلى حرمة عندكم، ولا أموال الناس ولا أموال البلاد ولا أموال العامة والخاصة إلى حرمة عندكم. أنتوا شغلتكم أنه القرآن بالأخير ما يسوى عندكم يعني حبايتين كريستال. الحبايتين الكريستال قدسية أزيد من ما القرآن إلى قدسية عندكم. فهذا نتيجة مدارسكم، وهاي هذا التربية مال شبلي الزيدي ومال بابليون وغير بابليون وكتائب الإمام علي.
هاي نتيجة طبيعية لما أنت تحشي براس الناس وتقولهم هذا القرآن ما له قيمة، لأنه أنتم لو تعترفون بالقرآن ما وصلت البلد إلى ما وصل إلى. شو وقت أنتم حفظتوا القرآن؟ شو وقت كان القرآن له قيمة عندكم؟ فلا تسوون هاي مال والله احنا محتاجين، والقيس الخزعلي يصدر بيانات. ما قيس الخزعلي ذبح وحرق مساجد الا قال بس حرق اطفال بداخل الجوامع، هي وجوامعها هي واطفالها ومصلينها كلها حرقهم هم وياهم وقرائنهم وطلع. فايش معنى الحرق بالعراق حلال؟ ايش معنى تحرموه بالسويد؟ ايش معنى انتم اللي لافين عمايم وتحجون باسم الدين وباسم علي بن ابي طالب، انا اقصد الولائيين، يصير تفجرون الجوامع وتحرقون المساجد والدنيا وتذبحون المصلين وتحرقون القرائن؟ ايش معنى هذا ما يصير؟ هو تلميذكم، هو ما كان يدرس بهارفارد ولا كان يدرس بمدرسه امريكيه بكامبريدج ولا غيرها، حتى هو خريج مدرستكم وتعلم الذبح على ايديكم. قال ذولا جماعه يزيد، فهو هم اعتبر هذا يزيد، لانه القران ما له قيمه، ما ظلت له قيمه، ما خليتوه له حرمه لا عند المسيحي. ما انتم اللي لابسين عمايم وتدوسون على القران بالقندره، فايش معنى هذا ما يسويها؟ هاي نتيجه لمدارسكم ونتيجه لتعليمات الاعظم خامنئي. هاي النتيجة الطبيعية، أنه وين ما يلقون قرآن يحتقروه، وين ما يلقون قرآن يشققوه، وين ما يلقون قرآن يدنسوه بأقدامهم. هذه هي عقيدتكم اللي ما تؤمنوا بشيء اسمه الله، ولا تؤمنون بشيء قرآن، ولا تؤمنون بمحمد ولا بعلي ولا بحسين. كل هاي هيك متخذيها شعارات حتى تستلمون السلطة وحتى تبوقون، بس بكتوا باسم الله وباسم محمد وباسم الحسين وباسم علي بن أبي طالب وباسم الأئمة، بكتوا مصافي، بكتوها بلد، بكتوا نفطها، النفط تنطون تريليون دولار انطيتوها لإيران. هاي فتاوي خامنئي، مو أني، هاي فتاوي خامنئي، أنه أنتم لازم الجمهورية الإسلامية أنتم ولائيين لازم تنطي أنت وما تملك لمولاك لوليك ولأمرك الأعظم. فمسألة طبيعية، اللي يشتغل بالمخدرات ويبوق مصافي ويقتل الأبرياء ويبوق الثلاجات وما يخلي كل شيء ويشيل الموازنة وينطيها، فشنو المانع أنه واحد مثل هذا الأغبر، هذا الكلب من كلابكم وتربيتكم، لأن كلكم بالنتيجة كلاب خامنئي المسعورة. أقصد الولائيين بميليشياتهم بحشدهم، بحتى القاعد ببيته هو ولائي عند القرآن لا يساوي، يعني ما أريد أقول غير شيء، حاشا القرآن. فيعني آخر شيء فكر بيه القرآن، يعني زين يخلي القرآن ببيته. أنا متأكد القرآن يمكن تعلقون بيه الطباخ، يمكن نسوانكم حاطاته يم الطباخ تعلق معكم من عين العين هاي، فيقول لك ليش تستخدم شخاطة؟ تجر ورقة للقرآن وتحرق، لأنه مسويها أنتم قبل، مسويها بل مئات الآلاف من القرائن حركتوها، ومئات الآلاف من الأبرياء قتلتوهم. فشنو كل الموبقات سويتوها، كل المحرمات سويتوها، وهاي كريستالك وربعه وما كريستال، هاي انتم. فلا تسوون نفسكم على اساس زعلانين، ابد والله مو زعلانين، وبحظ بختي كلكم تضحكون بعبكم انه هاي الجاي تخرجون، لانه اصلا انتم ما تؤمنون بالقران. فاللي ما يؤمن بشيء اكيد ما يحترمه واكيد ما يقدسه، فانتم ما تؤمنون بالقران ولا تؤمنون واحد ولا يخطر على بالكم شيء اسمه الله وشيء اسمه محمد وشيء اسمه الحسين، لكن مخليها لوجو وقناع ذني الله ومحمد والحسين وعلي، مخليها قناع حتى تبوقون بيها. شلون الحرامي ينزل حتى ما حد يعرفه، فانتم يميشي مكر الكليته مخلي ذن المقدسات وتبوقون ودمرت البلد وذبحت الدنيا. هذولا انتم.